اهلا طلابي الاعزاء، سنه اولى اعدادي. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله معانا الدرس الثاني في الوحده الثانيه بعنوان الدور الحضاري لمصر في قاره افريقيا في عهد خلفاء محمد علي. طبعا في الدرس الاولاني كنا اخدنا دور محمد علي في قاره افريقيا. النهارده بقى هنتكلم عن خلفاء محمد علي، يعني اللي جم حكموا مصر بعد محمد علي، سواء بقى اولاده او احفاده او غيرهم من اسره محمد علي. فواصل خلفاء محمد علي من بعده اهتمامهم باكتشاف قارة افريقيا، وابنه ابراهيم باشا بن محمد علي قال ايه؟ قال ان مستقبل مصر في افريقيا، يعني عشان نبني المستقبل بتاع مصر ونبني الحضارة المصرية لازم نهتم بافريقيا. عشان كده اهتم سعيد باشا ودوت ابن محمد علي بافريقيا وخاصة السودان، وسعى نحو اصلاح احوالها. كمان اتجه الخديوي اسماعيل نحو افريقيا لاكتشافها وتكوين امبراطورية مصرية عظيمة. احنا كنا اخدنا قبل كده اسماعيل باشا ابن محمد علي، ولكن المقصود هنا بالخديوي اسماعيل هو حفيد محمد علي، فده مسك حكم مصر وبدأ ان هو يكتشف افريقيا ويحاول يكون امبراطورية مصرية عظيمة. طيب يبقى هنا كده ازداد دور مصر الحضاري وتعددت الكشوف الجغرافية لافريقيا في عهد خلفاء محمد علي. فكل اللي جم بعد محمد علي بدأوا ان هم يسعوا لاكتشاف افريقيا ويسيطروا على الخير اللي موجود فيها. طيب نيجي للدور الحضاري اللي عملته مصر في عهد عباس باشا الاول ابن طوسون ابن محمد علي. يبقى عباس باشا الاول ده ابن طوسون، وطوسون ده ابن محمد علي، برضه كان ليه دور حضاري في السودان. فعباس لم يكن يهتم بالكشوف الجغرافيه لافريقيا، ما كانش عايز يعرف افريقيا اكتر من كده، ولكنه على الرغم ان هو ما كانش عايز يعرف كشوف جغرافيه جديده عن افريقيا ومعلومات جديده عن افريقيا، الا انه انشا مدرسه ابتدائي في الخرطوم اللي هي عاصمه السودان طبعا، وخلى رفاعه الطهطاوي ناظرا لها. ورفاعه الطهطاوي ده راجل صاحب نهضه علميه في مصر كبيره جدا، وكمان في عهده نشط التجاره بين السودان والدول المجاوره. يبقى عباس باشا الاول ابن طوسون ابن محمد علي ما كانش مهتم بالكشوف الجغرافيه لافريقيا، ولا مهتم يعرف معلومات زياده عن افريقيا، بس الراجل ده عمل حاجات في السودان، فانشا مدرسه ابتدائيه في الخرطوم اللي هي عاصمه السودان، وجعل رفاعه الطهطاوي ناظرا لها، وكمان نشطت التجاره في عهده بين السودان والدول المجاوره. طيب نيجي بقى لمين؟ نيجي لعهد سعيد باشا ابن محمد علي، وده اللي مسك بعد عباس الاول. فقال لي سعيد باشا هنا نشطت في عهده السباق الاوروبي لاستكشاف القاره الافريقيه واستغلال مواردها. الاوروبيين بقى بداوا ينافسوا المصريين في استكشاف قاره افريقيا، فلقينا ان الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه ارسلت العديد من البعثات الاستكشافيه لكشف منابع نهر النيل. يبقى في عهد سعيد السباق الاوروبي والاوروبيين بداوا ان هم يسابقونا مين اللي استكشف قاره افريقيا ومين اللي استغل مواردها الاول. فلقينا ان الجمعيه الجغرافيه البريطانيه، ديت حاجه جامده جدا في بريطانيا، بعتت بعثات لاستكشاف والكشف عن منابع نهر النيل. طب سعيد بقى عمل ايه هو الدور الحضاري لمصر في افريقيا في عهد سعيد باشا؟ اول حاجه اهتم سعيد باشا بامر السودان وعمل لها زياره مخصوص سنه 1857. طب هو عمل الزياره ديت ليه؟ قال لي عشان يدرس اوضاعها ويحسن احوالها، ان هو يشوف اوضاع السودان عامله ايه ويحاول ان هو يحسن من احوال السودان، كمان عشان ينمي مواردها، عشان يشوف ايه اللي ممكن يعمله عشان يزود الخير اللي فيها ويزود الموارد بتاعتها. كمان اهتم بشؤون المواطنين في السودان عشان يعرف مشكلات المواطنين وازاي يحلها. يبقى سعيد باشا اهتم بالسودان فعمل لها زياره سنه 1857 عشان يدرس اوضاعها ويحسن احوالها وينمي مواردها ويهتم بشؤون المواطنين فيها. عشان كده سعيد باشا عمل اصلاحات كتيره في السودان. طيب ايه هي بقى اصلاحات سعيد باشا في السودان؟ اول حاجه الاصلاحات الاداريه. طب عمل ايه يعني في الاصلاحات الاداريه؟ قام بعزل الموظفين المعروفين بسوء المعامله، وامر مدير الاقاليم بحسن معامله الاهالي واقامه العدل بينهم. يبقى هيعمل اصلاحات اداريه خاصه بالنظام الاداري والموظفين اللي هناك. فالموظفين المعروفين ان هم بتوع رشوه وبتوع محسوبيه عزلهم، كمان الموظفين اللي بيعاملوا الاهالي بمعامله وحشه ومتعاليه ومتكبره برضه عزلهم، وامر مدير الاقاليم ان هم يعاملوا الاهالي معامله كويسه ويحكموا ما بين الناس بالعدل. وكمان راح مقسم السودان ل5 مديريات مستقله، هو محمد علي كان مقسمها ل7، فسعيد باشا قسمها ل5 وخلاها تابعه لوزاره الداخليه في القاهره بشكل مباشر. كمان سعيد باشا انشا المجالس العرفيه من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر، عمل مجالس بتتكون من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر عشان يشرك السودانيين في حكم بلادهم. يبقى سعيد باشا في الاصلاحات الاداريه عزل الموظفين المعروفين
معروفين بسوء المعاملة، وأمر مدير الأقاليم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. وكمان راح مقسم السودان ل5 مديريات مستقلة، وكلهم يكونوا تابعين لوزارة الداخلية في القاهرة بشكل مباشر. وكمان أنشأ مجالس عرفية من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر عشان يحسس السودانيين إن هم بيشاركوا في حكم بلادهم، وإن المصريين مش محتلينهم ولا حاجة. طب يعني إيه كلمة مجالس عرفية؟ قال لي ديت مجالس فيها شخصيات كبيرة لها نفوذ عشان تفض المنازعات بين الأفراد استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة. يبقى هنا سعيد كان عايز المشاكل تتحل بشكل ودي، فهنا عمل مجالس عرفية بتتكون من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر عشان تفض المنازعات بين الأفراد استنادا للأعراف والتقاليد المتبعة. يبقى دي الإصلاحات الإدارية اللي عملها سعيد باشا في السودان. كمان سعيد عمل إصلاحات قضائية، فأنشأ مجالس الأقاليم، يعني محاكم الأقاليم. طب عمل المحاكم ليه؟ للفصل في الخصومات المدنية والتجارية، يعني في المخاصمات والنزاعات اللي بتنشأ بين الناس واللي المجالس العرفية ما بتقدرش ان هي تفضها. وكمان عشان يفض المشاكل الخاصة بالتجارة يبقى أنشأ مجالس الأقاليم للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. كمان عمل إصلاحات اجتماعية، فأقام معسكر على نهر الصباط، يعني عمل حصن كده على نهر الصباط وخلى فيه جنود. طب ليه؟ لمنع تجارة الرقيق. ما ديت إصلاحات اجتماعية، يعني إصلاحات خاصة بالناس. كمان خفض الضرائب وقام بتقسيطها وإعفاء الأهالي من الضرائب المتأخرة وإسقاط الضرائب عن الجنود. يبقى ديت برضو إصلاحات اجتماعية. يبقى إصلاحاته الاجتماعية عمل معسكر على نهر الصباط عشان يمنع تجارة الرقيق وخفض الضرائب، ومش بس كده قسطها كمان، واللي متأخرين عن دفع الضرائب أعفاهم، قال لهم خلاص ما تدفعوش ضرائب. وكمان الجنود اللي في الجيش أسقط عنهم الضرائب وقال لهم ما تدفعوش ضرائب، انتوا كده كده في الجيش وبتخدموا البلد. كمان عمل إصلاحات في النقل والبريد، فنظم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، فعمل محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل. يبقى عمل إصلاحات في النقل والبريد ازاي؟ قال لي نظم المواصلات والبريد ما بين مصر والسودان، فعمل محطات على مسافات محددة لتغيير الدواب. البريد في الوقت ده كان بيتم عن طريق ناس بيركبوا الخيول، فالخيول كانت بتتعب في الطريق، فهو عمل على كل مسافة معينة مكان يكون في خيل غير الخيل اللي هم راكبينه، يحطوا الخيل اللي هم راكبينه ياكل ويشرب وياخدوا الخيل اللي كان موجود في المكان ده عشان يقدر ان هو يكمل معاهم المسافة ويسرع الوقت في نقل البريد. يبقى دي كده اصلاحات سعيد باشا في فترة حكمه. نيجي بقى للي جه بعد سعيد باشا وهو الخديوي اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد علي. فاسماعيل باشا لما مسك الحكم اهتم بتوسيع حدود مصر الجنوبية، وبدأ ان هو يعمل بعثات استكشافية في افريقيا، لدرجة ان بعثاته الاستكشافية دهيت اهم انجازاته. فمصر ما شافتش انجازات استكشافية لحد زي ما شافت انجازات استكشافية لعهد الخديوي اسماعيل، فكانت كلها استكشافات موسعة ومنظمة، فكانت كلها استكشافات بتتميز بان هي استكشافات واسعة جدا وكبيرة جدا، بالاضافة ان كمان كانت الاستكشافات ديت استكشافات منظمة. يبقى اسماعيل لما مسك الحكم اهتم بتوسيع الحدود الجنوبية، وكمان كان مهتم بعمل بعثات استكشافية لافريقيا. فبعثاته الاستكشافية هي من اهم انجازاته، لان مصر ما شافتش انجازات موسعة بالشكل الكبير ومنظمة الا في عهد اسماعيل ده. ايه اللي خلى اسماعيل عايز يستكشف قارة افريقيا؟ ايه هي دوافع الخديوي اسماعيل لاستكشاف افريقيا؟ ايه هي الاسباب اللي خلته يكتشف افريقيا ويحاول انه يعرف عنها معلومات؟ فالمناطق الافريقية في عهد اسماعيل شهدت نشاطا مصريا مهما في اكتشاف الاراضي ودراسة الاوضاع. الكلام ده بقى كان ليه اسباب كتير. اول سبب استكمال ما بدأه محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق في افريقيا. اسماعيل لقى ان تجارة الرقيق عهد محمد علي وسعيد ما وقفتش، فقال لا، يبقى انا لازم اكمل استكشاف القارة افريقيا عشان اعرف المناطق اللي بتبيع تجارة الرقيق ديت، وابدا ان انا اقضي على تجارة الرقيق نهائيا. كمان كان عنده الرغبة في ان هو يستكمل مسيرة جده محمد علي في مواصلة الكشوف الجغرافية لمنابع النيل الاستوائية وقارة افريقيا. اسماعيل قال انا لازم اكمل مسيرة جدي في اكتشاف القارة افريقيا، واقدر اوصل لمنابع نهر النيل الاستوائية، وكمان استكشف قارة افريقيا كلها. كمان ان هو كان عايز يأكد على الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الافريقية. اسماعيل برضه من خلال الكشوف الجغرافية عايز ان هو يسيطر على المناطق الافريقية اللي موجودة في جنوب مصر، عشان يدل على ان المنطقة ديت كلها شعب واحد تحت حاكم واحد، والاقتصاد بتاعهم كله لازم يكون في ايد ايه؟ في ايد حاكم مصر. يبقى
يبقى تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل. كمان إسماعيل اهتم بالكشوف الجغرافية في أفريقيا عشان إيمانه بدور مصر في إدخال الحضارة الحديثة إلى أفريقيا، وذلك بحكم الروابط التاريخية القديمة بينهما وبين الشعوب الأفريقية. إسماعيل كان مؤمن إن مصر هي اللي هتنهض بقارة أفريقيا، وإن قارة أفريقيا ديت استحالة تنهض واستحالة إن هي تتطور وتتقدم إلا من خلال دور مصر. فقال لازم أسيطر عليها عشان مصر هي اللي هتقدر إن هي تدخل الحضارة زي زمان خالص أيام المصريين القدماء لما قدرنا ندخل الحضارة في قارة أفريقيا. يبقى هو كان مؤمن بدور مصر في إدخال الحضارة الحديثة إلى قارة أفريقيا بحكم الروابط التاريخية القديمة اللي ما بين مصر وما بين الشعوب الأفريقية. كمان من ضمن الأسباب طموحه الشخصي، إن هو كان إنسان طموح، كان نفسه إن هو يكون إمبراطورية أفريقية تقدر تقف قدام الأطماع الدول الأوروبية وتعلي من شأن إسماعيل أمام الدول ديت. يبقى هو كان عايز يعمل إمبراطورية كبيرة في أفريقيا تقدر إن هي تسنده وتقف معاه ضد الدول الأوروبية وأطماعها في قارة أفريقيا. يبقى دي دوافع إسماعيل لاكتشاف القارة الأفريقية. يبقى الدوافع تاني اللي هي أول حاجة استكمال ما بدأه محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق في أفريقيا. 2 رغبته في استكمال مسيرة جده محمد علي في مواصلة الكشوف الجغرافية لمنابع النيل الاستوائية وقارة أفريقيا. كمان تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الأفريقية. كمان إيمانه بدور مصر في إدخال الحضارة الحديثة إلى قارة أفريقيا. كمان طموحه الشخصي ورغبته في تكوين إمبراطورية أفريقية تقف قدام أطماع الدول الأوروبية وتعلي من شأنه أمام تلك الدول. توسعات الخديوي إسماعيل في قارة أفريقيا. الخديوي إسماعيل لما حكم مصر بدأ إن هو يرسل حملات ورحلات استكشافية لأفريقيا، واستعان في الرحلات دهيت بضباط أجانب وضباط كمان من الجيش المصري. يبقى هنا إسماعيل بعت رحلات وبعت حملات. الحملات والرحلات دهيا كان فيها ضباط أجانب وضباط مصريين. طيب النتيجة المترتبة على رحلات الخديوي إسماعيل إيه؟ قال لي النتيجة المترتبة على الرحلات والحملات دهيا تم توسيع حدود مصر نحو الجنوب وضم العديد من المناطق. يبقى توسع نحو الجنوب وضم مناطق كتيرة. إزاي يعني؟ قال لي مثلا رقم 1 تم اكتشاف منابع النيل الاستوائية، وإن هو وصل كمان لمديرية خط الاستواء وبحيرتي ألبرت وفيكتوريا. وصل بالحدود المصرية لغاية بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت، وعمل هناك مديرية اسمها مديرية خط الاستواء. كمان اكتشف الجهات الشرقية من الحبشة ووصل كمان إلى الصومال، وضم كل الأراضي ديت للمملكة المصرية في عهده. وكمان رسم خرائط مفصلة للمناطق اللي وصل ليها، وعمل هناك نقاط عسكرية. طب والنقاط العسكرية ديت كان لازمتها ايه يا اسماعيل؟ قال لي طبعا النقاط العسكرية ديت كان لازمتها تأمين وحماية المناطق ديت، وكمان رفع عليها العلم المصري عشان يقول ان المناطق ديت تحت الحكم المصري. يبقى اسماعيل عمل توسعات في افريقيا، فبعت حملات ورحلات استكشافية لافريقيا. الرحلات والحملات دهيا كان فيها ضباط اجانب وكان فيها ضباط من الجيش المصري، ونتج عنها توسيع حدود مصر في الجنوب وضم مناطق كتيرة، لدرجة ان هو اكتشف منابع النيل الاستوائية ووصل لمديرية خط الاستواء وبحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا، وضمهم طبعا كلهم للأراضي المصرية. وكمان اكتشف جهات شرقية من الحبشة ووصل للصومال وضمها برضه للأراضي المصرية. وراح راسم بقى خرايط متفصلة للمناطق دي فيها كل كبيرة وصغيرة، وراح حاطط في المناطق دهيت نقاط عسكرية، يعني مناطق فيها جنود عشان خاطر يأمن المناطق ديت ويحميها، ورفع عليها العلم المصري كمان. يبقى ديت توسعات الخديوي إسماعيل في أفريقيا. بعد ما توسع بقى بدأ ان هو يبقى ليه دور حضاري في السودان وشرق افريقيا. طب ايه هو بقى الدور الحضاري لمصر في السودان وشرق افريقيا في عهد الخديوي اسماعيل؟ اسماعيل اهتم بكل حاجة تقريبا في السودان وفي شرق افريقيا. يعني مثلا دوره من خلال التعليم. طب في التعليم عمل ايه اسماعيل في المناطق ديت؟ قال اسماعيل في الوقت ده انشأ بعض المدارس والمكتبات العامة في السودان ومنطقة القرن الافريقي اللي هي الصومال وجيبوتي النهارده، وكمان ارسل معلمين وعلماء الازهر الشريف ليقوموا بالتدريس فيها. يبقى اسماعيل في التعليم عمل مدارس وعمل مكتبات عامة في السودان وفي منطقة القرن الافريقي، وبعت معلمين وعلماء من الازهر الشريف عشان يدرسوا في المدارس اللي هناك دي. كمان ارسل الخريجين من مدرسة الخرطوم اللي كان عملها عباس باشا الاول لمصر عشان يكملوا دراستهم على نفقة الحكومة المصرية، وده طبعا
طبعا ساعد على نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين في مجالات كتيرة زي الهندسة والمساحة والتاريخ. يبقى هنا إسماعيل كان له دور في التعليم في السودان وفي منطقة القرن الأفريقي اللي هي شرق أفريقيا، خاصة الصومال وجيبوتي النهاردة. طب عمل إيه؟ عمل مدارس وعمل مكتبات وبعت معلمين وعلماء من بتوع الأزهر الشريف عشان يدرسوا هناك، والطلبة اللي اتعلمت واتخرجت من مدرسة الخرطوم اللي أنشأها عباس باشا الأول بعتهم لمصر عشان يكملوا الدراسة بتاعتهم على حساب الحكومة المصرية. طب الطلبة والخريجين دولت لما جم بقى كملوا تعليمهم في مصر، اللي ساعد ده على نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين في مجالات كتيرة زي الهندسة والمساحة والتاريخ. كمان ظهر عندهم علماء بفضل سياسة الخديوي إسماعيل في ناحية التعليم. كمان اهتم إسماعيل برضه بالتقسيم الإداري. طب عمل إيه؟ الخديوي إسماعيل أدخل تعديلات على التقسيم الإداري للسودان بسبب توسعاته وضم أراضي جديدة. فعمل إيه بقى؟ راح مقسم السودان ل 12 مديرية، كانت في عهد محمد علي كانت 7، في عهد إسماعيل بقت 12 مديرية، وكان لكل مديرية عاصمة بيقعد فيها الحاكم بتاع المديرية. وكمان أنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي الأفريقي. يبقى مصر في عهد إسماعيل كبرت قوي على الآخر، لدرجة إن هو لما جه قسمها بقت 12 مديرية في الوقت ده، وكمان كان في 5 محافظات على الساحل الشرقي الأفريقي. يبقى ده التقسيم الإداري اللي حصل في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى التقسيم الإداري للسودان أدخل إسماعيل عليه تعديلات بسبب توسعاته وضم أراضي جديدة، فتقسمت السودان في عهده ل 12 مديرية ولكل مديرية عاصمة، وكمان أنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي الأفريقي. طيب في الزراعة اهتم إسماعيل بالزراعة، فاستصلح الأراضي الزراعية وأنشأ المزارع في السودان. بدأ إن هو يستصلح الأراضي بتاعة الزراعة اللي موجودة في السودان ويعمل مزارع كتيرة قوي في السودان. طب ليه ده كله؟ عشان يزود الإنتاج. يبقى إسماعيل في الزراعة استصلح الأراضي الزراعية وأنشأ المزارع في السودان لزيادة الإنتاج. كمان توسع في زراعة القطن. طب ليه؟ لدعم الصناعات التصديرية، لأن دول أوروبا في الوقت ده كانت بتحب القطن المصري والقطن السوداني، فكانت بتشتريه بأسعار عالية جدا. فإسماعيل وسع زراعة القطن في السودان عشان خاطر إن هو يصدره للدول الأوروبية ويجيب من وراه فلوس كتيرة. يبقى في الزراعة اهتم باستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المزارع في السودان، كل ده عشان يزود الإنتاج. كمان التوسع في زراعة القطن عشان يدعم الصناعات التصديرية. إسماعيل برضو بدأ إن هو يهتم بطرق النقل. طب عمل إيه يعني؟ قال لي في الطرق البرية عمل على إنشاء وتحسين الطرق البرية في السودان ومنطقة شرق أفريقيا. بدأ إن هو يحسن الطرق البرية ويشوف الحاجات اللي مش متظبطة يظبطها ويمهدها كمان. وكمان مد خط سكة حديدية بمحاذاة نهر النيل. السودان ما كانتش تعرف القطر ولا تعرف السكة الحديدية إلا في عهد إسماعيل. يبقى في عهد إسماعيل اهتم بالطرق البرية، فعمل على إنشاء وتحسين الطرق البرية في السودان ومنطقة شرق أفريقيا. وكمان مد خط سكة حديدي بمحاذاة نهر النيل في السودان. وفي الملاحة النهرية يعني في الطرق اللي بتمشي في نهر النيل قام بإصلاح مجرى النيل من جنوب وادي حلفة فأصبح صالحا لمرور السفن. نهر النيل كان فيه جنادل، والجنادل دي كانت بتعمل صعوبة ومشكلة للسفن اللي بتمر خاصة في جنوب وادي حلفة. فإسماعيل راح مصلح المجرى وبدأ إن هو يوسعه، عشان كده أصبحت صالحة لمرور السفن. كمان أصلح ترسانة الخرطوم اللي أنشئت في عهد محمد علي. محمد علي كان عامل ترسانة لصناعة السفن. الترسانة ديت لما جه إسماعيل لقاها مش قد كده فراح مصلحها ومظبطها كمان. يبقى ديت في الملاحة الإيه؟ النهرية. تم إصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة فأصبح صالحا لمرور السفن. كمان اهتم بإصلاح ترسانة الخرطوم اللي أنشئت في عهد محمد علي. طب وفي الملاحة البحرية؟ قال لي في الملاحة البحرية يعني بالنسبة للسفن اللي بتمشي في البحر أنشأ لهم فنار بميناء بربرة على خليج عدن وبنى بها رصيف لرسو السفن. إسماعيل لقى أن السفن اللي بتمشي في البحر الأحمر دي محتاجة حاجة تنور لها بالليل، فعمل فنار، يعني عمل منارة كبيرة بتنور بالليل عشان خاطر السفن تعرف الطريق بتاعها. وكمان عمل لهم رصيف لرسو السفن في منطقة أو في مدينة بربرة على خليج عدن. يبقى ده كده اهتمامات إسماعيل بالطرق والملاحة في عهده. كمان اهتم إسماعيل بالتجارة. طب عمل إيه؟ اهتم إسماعيل بالتجارة لدرجة إن هي ازدهرت حركة التجارة في عهده. ازدهرت حركة التجارة ليه يعني؟ لأن في عهد إسماعيل كان في أمن كتير،
استقرار الامن في المناطق الافريقيه اللي ضمها للامبراطوريه المصريه، ان كان في امن في المناطق الافريقيه اللي اسماعيل ضمها للامبراطوريه المصريه. كمان التجاره ازدهرت بسبب انشائه طرق كتيره واهتمامه بالمراكز التجاريه المهمه. يبقى اسماعيل التجاره في عهده في افريقيا او في السودان ازدهرت. طب بسبب ايه؟ قال لي بسبب ان كان في امن، فالتجار كانوا بيبقوا امنين وهم ماشيين ومطمنين، فالتجاره ازدهرت. وكمان انشا العديد من الطرق، فاللي عايز بقى يروح طرق بريه موجوده واسماعيل مظبطها، اللي عايز يمشي في النهر ويبقى تجاره نيليه او نهريه برضه اسماعيل مظبطها، واللي عايز التجاره بتاعته تتنقل عن طريق الملاحه البحريه فبرضه اسماعيل مظبطها. وكمان اسماعيل كان مظبط المراكز التجاريه المهمه، يعني كان مناطق اللي فيها تبادل تجاري اسماعيل برضه كان مهتم بيها وكان مخليها كويسه. يبقى التجاره ازدهرت فعلا في عهد الخديوي اسماعيل لاسباب كتيره، استقرار الامن وانشاء العديد من الطرق والمراكز التجاريه المهمه. كمان اسماعيل اهتم بالبريد والتلغراف. طيب اهتم اسماعيل بالبريد والتلغراف ازاي؟ يعني من خلال ان هو انشا العديد من مكاتب البريد في السودان واسس اداره للبريد في الخرطوم. البريد ده اللي هو الرسائل والجوابات، فكان بيبقى لها نظام معين، فاسماعيل هنا كان مهتم بمكاتب البريد، عمل مكاتب للبريد في كل السودان وعمل اداره للبريد موجوده في الخرطوم. الاداره اللي هتدير هذه المكاتب كانت موجوده في الخرطوم. وكمان مد خطوط التلغراف وانشا مكاتب التلغراف في مختلف المدن السودانيه. والتلغراف ده طريقه اتصال زمان بدل الموبايلات دلوقتي، كان اسمها خطوط التلغراف. مد بقى الخطوط دهيت في كل مدن السودان. يبقى هنا الخديوي اسماعيل في البريد والتلغراف انشا مكاتب للبريد في السودان واسس اداره للبريد في الخرطوم سنه 1873. وكمان مد خطوط التلغراف وانشا العديد من مكاتب التلغراف في مختلف المدن السودانيه. اخر حاجه بقى معانا هو عوامل توقف الكشوف الجغرافيه المصريه في افريقيا. الكشوف الجغرافيه المصريه في افريقيا ما كملتش واتوقفت بعد فتره من الزمن. طب ايه هي بقى المعوقات اللي واجهت مصر اثناء توسعها لاستكشاف قاره افريقيا واللي ادت لتوقف تلك الكشوف؟ المعوقات ديت يا سنه اولى عباره عن حاجتين. المعوقات الاولى معوقات طبيعيه احنا ملناش دخل فيها ولا البشر لهم دخل فيها. المعوقات الطبيعيه اللي هي رقم واحد عدم صلاحيه معظم الانهار والبحيرات الداخليه للملاحه وكمان انتشار المستنقعات. الكشوف الجغرافيه اللي كانت بتتم في افريقيا كانت بتعتمد في معظم الاحيان على الانهار في الملاحه بتاعتها، فقال لي الانهار في الوقت ده معظمها غير صالح للملاحه، وكمان كان في بحيرات داخليه ومستنقعات كتيره، فما كانتش بتقدر البعثات الاستكشافيه انها تكمل الرحله بتاعتها وتستكشف قاره افريقيا. فعشان كده ديت من ضمن المعوقات. كمان ضيق الطرق البريه وكثره تعرجها وعدم استواء السطح. المستكشفين لما كانوا بيتنقلوا عن طريق الطرق البريه برضه لقوا فيها مشاكل، فكانت متعرجه والسطح بتاعها مش مستوي وكمان كانت ضيقه، فده برضه من ضمن المعوقات الطبيعيه. ده طبعا بقى بالاضافه لايه؟ لانتشار الاوبئه والامراض الخطيره ووجود الحيوانات المفترسه والحشرات الضاره والزواحف السامه. يبقى هم قابلوا معوقات وقابلوا صعوبات كتيره الناس اللي كانوا بيروحوا يستكشفوا قاره افريقيا ديت، لان هم كانوا بيقابلوا كمان اوبئه وامراض خطيره ملهاش علاجات، وكمان كانوا بيواجهوا حيوانات مفترسه بتطلع عليهم وحشرات ضاره وزواحف سامه، بالاضافه للامطار الغزيره وارتفاع درجه الحراره والرطوبه. الجو برضه والمناخ ما كانش سهل هناك، فمعظم الاستكشافات اللي حصلت اتوقفت بسبب المعوقات الطبيعيه ديت. يبقى هنا المعوقات الطبيعيه ايه تاني؟ ان هنا لما كانوا بيتنقلوا عن طريق الانهار ديت معظمها ما كانش صالح للملاحه، وكمان كان في مستنقعات كتيره، برك كتيره من الميه ما كانتش مسهله لهم الطريق، ولو اتنقلوا في الطرق البريه كانت بتبقى ضيقه ومتعرجه ومش مستويه السطح، بالاضافه لانتشار الاوبئه في المناطق ديت وكمان الامراض الخطيره ووجود الحيوانات المفترسه والحشرات الضاره والزواحف السامه. كمان كان عندهم غزاره الامطار وارتفاع درجه الحراره والرطوبه، وده مناخ ما كانش ملائم للبعثات الاستكشافيه اللي كانت بتتم لقاره افريقيا. يبقى ديت المعوقات الطبيعيه اللي ادت لتوقف البعثات والكشوف الجغرافيه لافريقيا. طيب نيجي بقى للمعوقات البشريه. المعوقات البشريه رقم واحد سوء الاوضاع الداخليه لمصر في نهايه حكم الخديوي اسماعيل. في نهايه حكم الخديوي اسماعيل الاوضاع الداخليه بتاعتنا ما كانتش حلوه بسبب ان هو حصل في عهده ازمات ماليه وازمات سياسيه كمان ادت لتوقف الكشوف الجغرافيه. حصل ان احنا بقينا مديونين ومبقاش معانا فلوس ولا معانا سيوله، فالبعثات دي برضه اتوقفت. كمان الاستعانه بالاجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. لما احنا بدانا نستعين
نستعين بالاجانب ونعينهم في الوظائف العليا في المناطق الافريقيه، بداوا ان هم يعزلوا المصريين ويمشوهم ويعينوا اجانب بدلا منهم، وده كان تمهيد لاحتلال بريطانيا للمناطق ديت وان هي تاخدها مننا. يبقى هنا المعوقات البشريه اللي ما خلتش يحصل استكمال للكشوف الجغرافيه المصريه في افريقيا هو سوء الاوضاع الداخليه في مصر في نهايه حكم الخديوي اسماعيل، بسبب طبعا الازمات الماليه والسياسيه اللي تعرضنا ليها، وكمان الاستعانه بالاجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. وبكده خلص الدرس بتاعنا النهارده. ما ننساش ان لينكات الدروس اللي فاتت والدروس اللي جايه هنلاقيها موجوده في وصف الفيديو ده، وهنلاقيها كمان موجوده في التعليقات. ما ننساش برضو نعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وسلام.